السلام عليكم. وصفة النهاردة تحلية سهلة وسريعة كلنا بنحبها، الشعرية باللبن. وهقول لكم على تكات هتخليها تحلية عظمة في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل الطاجن القمر ده ازاي. بسم الله. أول حاجة في حلة أو طاسة هحط فيها معلقتين كبار من السمن أو الزبدة زي ما تحبي، وهنزل عليهم بكوباية من الشعرية، وبفضل أقلب فيها عشان كلها تاخد لون واحد. أول ما بنزل بالشعرية بهدي النار، وبفضل أقلب لغاية ما الشعرية تبتدي تلون وتاخد لون ذهبي فاتح. في الوقت ده هنزل عليها بنص كوباية من السكر، وبستمر في التقليب. السكر هيبتدي يتكرمل مع الشعرية ويديني لون وطعم جميل جدا. كل ده طبعا على نار هادية، أهم حاجة ايديكي فيها تقلبي فيها على طول عشان تاخد لون واحد. وهنا الشعرية اتحمرت وخدت اللون الجميل ده، والسكر اللي فيها اتكرمل. هنزل عليهم دلوقتي بكوبايتين من المية عشان الشعرية تستوي، وهغطي عليها وكل شوية بقلب فيها لغاية ما تستوي. لو لقيتي انها شربت المية ولسه مستوتش بتضيفي ليها مية تاني، مفيش اي مشكلة لغاية ما تتأكدي انها استوت كويس. وهنا الشعرية بعد ما استوت هحط عليها كوبايتين من اللبن. تقدري تستخدمي اللبن بارد او سخن زي ما تحبي، مفيش مشكلة. وهسيب اللبن والشعرية يغلوا مع بعض غلوة واحدة بس. ودلوقتي عندي معلقتين كبار من النشا، هحط عليهم ربع كوباية من المية او اللبن زي ما تحبوا، وبقلبهم كويس لغاية ما النشا يدوب، وبنزل بيهم على الشعرية وهفضل اقلب فيهم، وكل ده على نار هادية. ودلوقتي عندي شوية زبيب هضيفهم. ممكن طبعا تستغنوا عنهم وممكن تضيفوا اي مكسرات موجودة عندكم، احنا عايزين ندلع الشعرية بتاعتنا. وكمان بضيف معلقة كبيرة من القشطة اللي هي وش اللبن، وبقلبها مع الشعرية. القشطة هنا بتخلي القوام كريمي وغني، وبتدي للشعرية طعم في منتهى الجمال. ممكن تستغنوا عنها طبعا، لكن بصراحة منصحكوش، بتفرق جدا في الطعم. وبستمر في التقليب على نار هادية لغاية ما القشطة تدوب، والشعرية هنا غلت غلوتين والنشا استوى وبقى القوام مظبوط كده. خلاص هطفي النار، الشعرية بقت جاهزة. وتعالوا نشوف الخطوة الجاية. وهبتدي اغرف الشعرية. انا هنا بدل ما احطها في اطباق هحطها في طواجن. الطواجن بتحتفظ بدرجة حرارة الاكل، الدنيا شتا طبعا واحنا عايزين ناكل الشعرية وهي سخنة. وممكن هنا لو حابة بعد ما بتخلصي غرف الطواجن بتحطي على كل طاجن معلقة صغيرة من القشطة بتوزعيها عليه، وبتدخلي الطواجن الفرن، بتفتحي الشواية مدة 5 دقايق. الطاجن بياخد وش ولون جميل وبألف هنا وشفا. او تعملي زي ما انا هعمل النهاردة، هعمل طبقة من الكراميل واوزعها على الطواجن، هتديها شكل حلو وطعم مميز جدا هيعجب كل اللي هيدوقها. هبتدي دلوقتي اعمل الكراميل. في طاسة بحط فيها 3 معالق كبار من السكر وبرفعها على نار متوسطة، وبسيب السكر لغاية ما يبتدي يدوب ويسيح. هنا بعد السكر مساح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ببتدي اقلبه لغاية ما اتأكد انه داب كله. وهضيف له مكعب صغير من الزبدة او نص معلقة من السمن زي ما تحبوا. وبعد ما الزبدة ساحت عندي نص كوباية من المية بنزل بيها على الكراميل، وبقلبه كويس لغاية ما بيسيح تماما وما بيكونش فيه اي تكتلات. ودلوقتي عندي معلقة كبيرة من النشا بضيف عليها ربع كوباية من المية، وبقلبهم كويس مع بعض لغاية ما النشا يدوب، وبنزل بيهم على الكراميل وبقلبهم مع بعض لغاية ما يختلطوا ويغلوا غلوة واحدة والقوام يتقل بالشكل ده.
ده القوام المناسب. كده خلاص الكراميل خلص، مفيش أسهل من كده. برجع دلوقتي لطواجن الشعرية وهبتدي أوزع عليها طبقة الكراميل. تحلية بسيطة وسريعة بتدفي في جو الشتا ده وهتعجب ولادكم جدا. وبعد ما خلصت توزيع طبقة الكراميل هزين الطاجن بشوية مكسرات. هو بصراحة مش محتاج أي تزيين، هو كده لوحده تحفة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ تحلية في منتهى الجمال وبطريقة سهلة، والمكونات موجودة أكيد في كل بيت. يلا قوموا اعملوها. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، واللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.